السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده بإذن الله هنبدأ الدرس الأول علوم الصف الخامس الابتدائي الترم الأول من الوحدة الثانية حركة الجسيمات. المفهوم الأول المادة في العالم من حولنا. الدرس الأول بيتكلم عن المادة يا سنة 5. بيبدأ المفهوم بيقولك إن أي شيء وأي حاجة بتحيط بيه الإنسان بتعتبر مادة طالما الحاجة دي ليها كتلة وليها وبتشغل حيز من الفراغ يبقى تعتبر مادة. كتلة يعني أي جسم ليه كتلة وبيشغل مكان أو حيز أو بيشغل حاجة من الفراغ اللي حوالينا، زي مثلا السبورة دي ليها كتلة يبقى تعتبر مادة وشغلت حيز وخدت مكان من الحيطة. تمام. الإنسان مادة لأن ليه كتلة وشغل حيز من العالم اللي احنا بنعيش فيه. الإقلام مادة ليها كتلة وشغلت مكان من الفراغ أو من البيئة اللي بنعيش فيها. الكتب مادة، المية، العصير، الهواء. الهواء عبارة عن مادة غازية، إن الهواء ده بيشغل حيز من الفراغ وبيملى الكرة الأرضية كلها. غير كده احنا بنلاحظ إن الهواء مادة عند النفخ في البالون بتروح بتتنفخ البالونة معانا بالهواء، والهواء بيشغل مكان جوه البالونة، وكل ما بتزود النفخ كل ما بيزداد المادة جوه البالونة اللي هو الهواء. تمام. فالمادة سنة 5 هي كل ما له كتلة ويشغل حيز من الفراغ. كل ما له كتلة ويشغل حيز من الفراغ. المادة هي كل ما له كتلة ويشغل حيز من الفراغ، يعني بياخد مكان من الفراغ أو من الدنيا اللي احنا بنعيش فيها. مثلا الفصل في الكراسي أو في الديسك اللي احنا بنقعد عليها، هروح أطلع الديسك دي كلها بره الفصل وأبدأ أحط ديسك ورا ديسك ورا ديسك ورا ديسك. الديسكات دي خدت مكان من الفصل وشغلت حيز من الفراغ يبقى تعتبر مادة. تمام. يبقى أول ما تشوف كلمة مادة تقول كل ما له كتلة ويشغل حيز من الفراغ. كل ما له كتلة ويشغل حيز من الفراغ. توجد المادة في 3 حالات: صلبة زي الكتاب زي القلم زي الصخور. الحالة السائلة زي اللبن والعصائر والمية. والحالة الغازية زي بخار الماء، البخار اللي طالع زي الغاز اللي في الاسطوانات وفي الانابيب بتاعه البوتاجاز. تمام. زي الهواء الجوي، انت عندك في الحاله الغازيه بخار الماء ماده غازيه او في حاله غازيه، والهواء الجوي ماده غازيه. بخار الماء ماده غازيه والهواء الجوي ماده غازيه. بخار الماء ماده غازيه والهواء الجوي ده غاز، حاله غازيه. الصلب مثلا زي الثلج، السائل زي الميه، الغاز زي بخار الماء. طيب ملحوظة بيقول لك إن الضوء والصوت ليسوا مواد. الضوء والصوت مش مواد، بل صورة من صور الطاقة. يعني طاقة ضوئية وطاقة صوتية. تمام. الضوء والصوت مش مادة، دي طاقة ضوئية وطاقة صوتية. لو جه سؤال علل يا سنة 5 وراح قال لك الهواء الجوي مادة، طبعا الهواء الجوي عبارة عن مادة. أول ما تشوف كلمة مادة تنزل التعريف، تقول لأن له كتلة ويشغل حيز من الفراغ. تمام. لأن في ناس لما بيجي لها السؤال ده بتقول الهواء الجوي مادة غازية. لا، هو مش بيقول لك أكمل ولا بيقول لك هو صلب ولا سائل ولا غاز. أنا لو قلت لك صنف المواد الآتية، صنف المواد الآتية ورحت قلت لك مثلا أكسجين، مثلا الماء، صخور، هتقول لي الأكسجين ده عبارة عن غاز والماء سائل والصخور صلب. لكن ده سؤال علل بيقول لك ليه الهواء مادة. انت شفت كلمة مادة هتكتب لأن له كتلة ويشغل حيز من الفراغ. لأن له كتلة ويشغل حيز من الفراغ. تمام.
في ناس شطورة تقول إن الهواء، بعد ما يكتبوا السطر ده الأساس، يقولوا إن الهواء الجوي يتكون من مجموعة من الغازات زي الأكسجين وثاني أكسيد الكربون والنيتروجين والهيدروجين وبخار المية. الهواء الجوي ده فيه مجموعة من الغازات زي أكسجين، ثاني أكسيد كربون، نيتروجين وهيدروجين وبخار الماء. بس هو ده الأساس، لأن له كتلة ويشغل حيز من الفراغ ويتكون من مجموعة غازات. عايز تكتب اسم الغازات اكتبها. طيب لو جه سؤال وراح قال لك علي القلم مادة، يعتبر القلم مادة. احنا شفنا كلمة مادة، يبقى هتقول لأن له كتلة ويشغل حيز من الفراغ، لأن له كتلة ويشغل حيز من الفراغ. يوجد الماء في الطبيعة في 3 حالات. في الحالة الصلبة بيكون على هيئة ثلج، في الحالة السائلة بيكون على هيئة ماء، وفي الحالة الغازية بيكون على هيئة بخار ماء. يمكن أن تتحول المادة من حالة لحالة أخرى، صح، عن طريق نقط ونقط. يمكن أن تتحول المادة من حالة لأخرى، يعني مكعب ثلج ممكن يتحول من صورة صلبة إلى صورة سائلة. أيوة، المادة بتتحول من صورة لصورة أخرى. مكعب ثلج بيسيح وبينصهر ويتحول إلى سائل. طب ما كده تحول من حالة لحالة أخرى. طيب مثلا آيس كريم من حالة صلبة وبيسيح وبيدوب وبينصهر. زبدة، مكعب من الزبدة لما نعرضه للتسخين بينصهر. يبقى ممكن أن تتحول المادة من حالة لحالة أخرى عن طريق التسخين والتبريد. يعني أنا لو معايا شوية مية هعمل لهم تبريد هيتجمدوا ويبقوا تلج. يبقى يمكن أن تتحول المادة من حالة لحالة أخرى عن طريق التسخين والتبريد. التسخين والتبريد، لما سخن الصلب بيتحول لسائل، أو لو سخنت شوية مية يبقوا بخار، يتحولوا من سائل لغاز. هنا بالتبريد السائل بيتبرد ويبقى تلج، حالة صلبة. بالنسبة للدرس الأول يا سنة 5 هنحل تدريبات كتاب الأضواء وهنكمل الدرس التاني. نحل التدريبات ونكمل الدرس. أول سؤال: يتشابه الثلج والماء في أنهما نفس المادة. قبل ما نكمل التدريبات احنا نسينا نقول إن الثلج والمية نفس المادة، اللي هما الاتنين من المية، وبيختلفوا عن بعض هما التلاتة. كل واحدة بتختلف في الخصائص المميزة لها. كل واحدة بتختلف الخصائص المميزة لها أو المميزة لها. دي في حالة صلبة، ودي في سائلة، وده في غازية، لكن كلهم نفس المادة اللي هي المية. تاني سؤال: الثلج يمثل الماء في الحالة الصلبة. كل ما له كتلة ويشغل حيز من الفراغ مادة. يمكن تحويل الماء إلى بخار ماء بالتسخين. الزيت والماء من أمثلة المواد السائلة. المادة هي كل ما له كتلة ويشغل حيز من الفراغ، صح. يوجد الماء في الطبيعة في الحالة السائلة فقط، غلط. الصوت والضوء ليس من المواد، صح. تتغير حالة المادة بارتفاع أو انخفاض درجة الحرارة، صح. ارتفاع درجة الحرارة اللي هو التسخين، وانخفاض درجة الحرارة اللي هو التبريد. تعتبر الصخور مثال للمادة في الحالة الصلبة، صح. توجد المادة في 3 حالات مختلفة. المادة هي كل ما له كتلة ويشغل حيز من الفراغ. من أمثلة المواد الصلبة الصخور، القلم، الكتاب. من أمثلة المادة الغازية الهواء الجوي وبخار الماء. ما المقصود بالمادة كل ما له كتلة ويشغل حيز من الفراغ؟ اذكر السبب. يعتبر الهواء الجوي مادة لأن له كتلة ويشغل حيز من الفراغ. الدرس الثاني يا سنة 5 بيفرق بين المادة الصلبة والسائلة والغازية. المادة الصلبة الشكل، لو أنا معايا إناء والإناء ده حطيت فيه مكعب من الخشب، فالشكل المادة الصلبة ثابت، هيفضل شكله زي ما هو ثابت، وحجمه برضو ثابت. يعني مش هاجي تاني يوم ألاقي حجم المادة الصلبة زاد أو حجمها قل، لا، الحجم برضو ثابت. الانسكاب، لا تنسكب. المادة الصلبة مش بتتكب. ما ينفعش أقولك أكب لك حتة الحديدة
اكب لك مثلا حته الذهب، اكب لك حته الخشب، لا تنسكب. تختلف المواد الصلبه عن بعضها في اللون والشكل والملمس. ده المواد كلها مش الماده الصلبه بس، اللون والشكل والملمس. نيجي للماده السائله. لما انا مثلا اجيب اناء، وادي مثلا كوبايه تانية ومثلا طبق، واحط هنا شويه ميه وهنا شويه ميه وهنا شويه ميه، ماده سائله سواء ماء او لبن او عصائر. الماده الصلبه مثلا زي الثلج، زي الصخور، زي القلم، زي الكتاب. الماده السائله زي الماء، زي العصائر، زي اللبن كده. الشكل بتاع الماده السائله ليس لها شكل ثابت، بتاخذ شكل الاناء الذي توضع فيه. يعني كل ما كب ميه في اناء مختلف بتاخد شكل الاناء وشكل الكوبايه او الطبق اللي محطوطه فيه، يبقى شكلها متغير. تمام، حسب الاناء الذي توضع فيه، حسب الاناء الذي توضع فيه. طيب الحجم، حجم الماده السائله. لو انا مثلا معايا لتر، 1 لتر من الميه، 1 لتر من المية يعني الحجم اللي معايا 1 لتر. لما أكبه في الكوباية أو أكبه في الطبق هيزيد؟ طب الحجم هيقل ولا حجم المية زي ما هو؟ حجم المية ثابت، اللتر هيفضل لتر، ولا هلاقيه لتر ونص ولا هلاقيه 2 لتر مثلا. الانسكاب، تنسكب، الماء بينسكب أو بيتكب. نيجي للمادة الغازية، ليس لها شكل وليس لها حجم ثابت، شكلها متغير حسب الإناء الذي توضع فيه، حسب الإناء الذي توضع فيه. وحجم المادة الغازية شكلها بيتغير حسب الإناء الموضوع فيه. ما المادة الغازية دي يعني غازات زي الأكسجين وزي الهواء الجوي وثاني أكسيد الكربون. الغازات بتاخد شكل الإناء الذي توضع فيه. يعني مثلا البالونة، البلالين بتتنفخ بالهواء، فالهواء ده بيديها شكل. تمام. الاسطوانات، الانابيب بتاعه الغاز اللي عندنا البوتاجاز في البيت، فهي الغاز بياخد شكل الاناء الذي يوضع فيه زي الماده السائله. وزي مثلا طفايات الحريق بيوجد فيها غاز بيساعد على اطفاء الحرائق، الغاز ده بياخد شكل الانبوبه او شكل الطفايه اللي هي بتاعه طفايات الحريق. فالشكل متغير حسب الاناء الذي توضع فيه. والحجم برضه متغير، الغاز ما بعرفش حجمه بيتغير. تمام. الرؤية لا يمكن رؤيتها، لا يمكن رؤيتها. الانتشار، تنتشر في كل مكان وبشكل عشوائي، تنتشر في كل مكان وبشكل عشوائي. صوت رقم 3 بيتكلم عن الفرق بين المادة الصلبة والسائلة والغازية. الصلبة الشكل ثابت، الحجم ثابت، لا تنسكب، تختلف في اللون والشكل والملمس. ثابت وثابت مادة صلبة، متغير ومتغير المادة الغازية. طب المادة السائلة شكلها بيتغير حسب الإناء الذي توضع فيه، لكن حجمها ثابت زي ما هو ولا بيزيد ولا بيقل. ده بالنسبة للدرس الثاني نشاط رقم 3. يبقى كده يا سنة 5 أخدنا الدرس الأول والدرس الثاني نشاط رقم 3.